السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. وبعد غياب طويل رجعت لكم، هاد المرة جبت لكم فيديو جديد عبارة عن طبق الدجاج في الفرن اللي كيجي لذيذ بواحد التتبيلة رائعة. كنتمنى انكم تجربوها، وانا متأكدة اذا جربتوا هاد التتبيلة في الدجاج ديالكم غادي ترجعوا مدمنين عليها وما غاديش تستغناو عليها. خليكم معايا تشوفوا الطريقة والمكونات. بالنسبة للمكونات كنحتاجو الدجاج المكون الرئيسي. الكمية كتبقى على حسب الرغبة وكذلك على حسب أفراد الأسرة. كناخدو قليل من القزبر والمعدنوس اللي قطعناهم رقيق بهذا الشكل هذا، 4 حتى ل5 فصوص توم محكوكين، القليل من الملح، القليل من التحميرة، وكذلك القليل من الكركم، معلقة ونص حتى ل2 معالق كبار د لاموطارد، القليل من السكينجبير والقليل من الإبزار، والهريسة كتبقى على حسب اختيار، كذلك نصف بصلة محكوكة بهذا الشكل هذا. وكنحتاجو صويا صو تقريبا واحد 2 معالق صغارين، ما تكثروش منها، وكذلك نصف حامضة أي نصف ليمونة، وبعض قطرات من زيت العود. غادي ناخد نصف ليمونة اللي غادي نوضعها على هاد التوابل بهذا الشكل هذا، وكذلك غادي نضيف صويا صو. غادي نعمل تقريبا واحد 2 معلقات صغار، مغاديش نكتر. كيف كتشوفوا معايا غادي نوضع 2 معلقات صغارين ماشي بزاف. صافي، ومن بعد غادي نضيف قطرات من الزيت، ما غاديش نعمل بزاف، تقريبا غير بعض القطرات. صافي، ومن بعد غادي نجمع المكونات كامله، غادي ندمجهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا كيف غادي تشوفوا معايا. صافي، بعد ما غادي ندمج هاد المكونات كاملين غادي نبقى ناخد الدجاج ديالي وغادي نبقى نحاول ندخل له هاد التوابل هذا كيف غادي تشوفوا، نبقى نغطسو في هاد الصوص اللي عملت. صافي، هنا بعد ما عدلت الدجاج ديالي شرملته مزيان غادي نخليهم يرقدوا. انا صراحه هادشي عدلته في الليل، غادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله، عاد غادي نعدلو في الفران. نتوما الا ما كانش عندكم الوقت على الاقل واحد 3 ساعات حتى ل6 ديال الساعات تخليوهم مرقدين في هذيك التوابل اللي عملنا، هيدا باش كيجي الدجاج ديالنا لذيذ وكيكون شرب التوابل مزيان. هنا غادي نضيف هاد البطاطا الصغيره للدجاج ديالي. صراحه هاد البطاطا الصغيره كتجي لذيذه لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. انا غادي نقيها ونرجع معاكم. هنايا بعد ما نقيت هاد البطاطا الصغيره فغادي نضيفها للدجاج ديالي اللي كنت ديجا رقدته امبارح في لاصوص اللي عدلت. غادي نضيفها ليه، غادي نبقى ناخد الحبه د البطاطا وغادي نحاول انني ندخل لها التوابل حتى هي نشرملها كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو. غادي نبقى ناخد الحبه وغادي نبقى نغطسها في هذيك التوابل بهذا الشكل هذا كيف غادي تشوفوا معايا. غادي نبقى نغطسها صافي، وغادي ندير الحبات ديال البطاطا اللي عندي كاملين، ومن بعد غادي ندخلها للفران. صافي البنات، هنا بعد ما شرملت البطاطا ديالي غادي نغطي المول ببابي الومنيوم وغادي ندخلها الفرن اللي غادي يكون متوسط ونتلاقاو من بعد. الدجاج ديالي اللي رافقته بالبطاطا صراحه كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وكتجي المريقه معلكه كيف كتشوفوا، ما ضفت حتى قطره د الماء. صراحه كتجي لذيذه، والبطاطا كتجي فيها واحد البنه خطيره. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا لانه فعلا يستحق التجربه. صراحه كيجي لذيذ لذيذ، وخا نشكر حتى نعيا ما غاديش نعطي حقه. كنتمنى انكم تجربوا وان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، وتعملوا لي لايك وتخليوا لي تعليق محفز. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، بسلام عليكم.